السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جايب لكم الحل النهائي لمشكلة ضعف الشبكة في هواتف سامسونج جالاكسي بشكل عام. لو معاك أي جهاز سامسونج وبتلاحظ إن الشبكة بتضعف في البيت أو في الشارع أو المكالمات بتقطع، فخليك معايا للنهاية وهقولك خطوة بخطوة إزاي تحل المشكلة دي بنفسك من غير ما تروح لمركز صيانة ومن غير أي برامج. الموضوع ده مش مقتصر على جهاز واحد بس، لا، كتير من مستخدمي سامسونج بيشتكوا من ضعف الشبكة. وأنا شخصياً جربت الحل ده على أكتر من جهاز، والحمد لله الشبكة رجعت ممتازة والمكالمات بقت أوضح بكتير. طيب نخش في الموضوع على طول. أول حاجة هنعملها إننا نفتح الإعدادات Settings. بعد كده ننزل على الاتصالات Connections، ومنها بندخل على حاجة اسمها شبكات المحمول Mobile Networks. هتلاقي عندك اختيار اسمه وضع الشبكة Network Mode. هنا في الغالب هتلاقي الجهاز مضبوط على 4G أو 5G بشكل افتراضي، وده ساعات بيعمل مشكلة في استقبال الشبكة، خصوصاً في الأماكن اللي تغطية 4G أو 5G فيها ضعيفة. الحل إننا نغير الوضع ده ونخليه على 2G/3G فقط أو Auto 2G/3G. بمجرد ما تختار الإعداد ده هتلاحظ إن الإشارة رجعت أقوى والمكالمات بقت ثابتة من غير تقطيع. وطبعا ممكن تجرب تعمل مكالمة بعدها وتتأكد بنفسك. الموضوع بسيط جدا ومش محتاج خبير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. الطريقة دي بسيطة جدا لكن بتفرق جامد في تحسين الشبكة على موبايلات سامسونج. لو فعلا استفدت ما تبخلش علينا بدعمك بلايك واشتراك، وشارك الفيديو مع أي حد عنده نفس المشكلة. دمتم في أمان الله.